نادي الزمالك النهارده كان عنده انعقاد للجمعيه العموميه عشان يناقشوا شويه قرارات كده ويتم اعتمادها من وزاره الشباب والرياضه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الجمعيه العموميه دي بيبقى ليها عدد محدد ونصاب قانوني عشان بعد مناقشه القرارات يتم اعتمادها من وزاره الشباب والرياضه. ومن المفترض ان لما نادي الزمالك يقول في انعقاد للجمعيه العموميه يبقى اكيد الامر ذات اهميه. من المفترض بقى يا عزيزي الزملكاوي ان اولاد النادي الشرفاء والاوفياء اللي هم يحضروا الجمعيه العموميه. تخيل انا لو قلت لك العدد اللي حضر هتفطس على نفسك من الضحك. جمعيه عموميه بتاعت اكبر قلعه رياضيه في مصر، تخيل يا مؤمن ما يكملوش 1000 واحد. والجمعيه العموميه تتلغي علشان ما كملوش النصاب القانوني للجمعيه العموميه. وبكده هيضطر مجلس الاداره يطرح القرارات على وزاره الشباب والرياضه، ووزاره الشباب والرياضه هي اللي تبقى منوطه بالامر. تخيل انت فاشل اللي انت تعمل جمعيه عموميه يا راجل علشان تناقش الامر الداخلي بتاعك. طب هل الدوله جت جنبك؟ هل الحكام جم جنب منك؟ اهلي جه جنب منك؟ حد ظلمك كالعاده؟ انت فاشل اللي انت تناقش الامر الداخلي بتاعك. انت عايز ايه تاني؟ والله العظيم كمان مره حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك وفي جماهير نادي الزمالك. اقسم بالله انتوا فشله. انتوا مش فشله بس اللي انتوا تديروا النادي بتاعكم، والله العظيم انتوا بوظتوا حال الكره المصريه كله. ما هو لما يبقى ناس بالعقليه ديت بيديروا اتحاد الكوره وبيديروا المنتخبات الوطنيه بتاعتنا وبيديروا الدوري المصري والمسابقات بتاعتنا، بتبقى النتيجه في الاخر يا عزيزي الفشل اللي احنا شايفينه. انا بس عامل لك الفيديو دوت عشان اعرفك ان مفيش حد جه جنب منك. انت غريمي والله طول عمرك فاشل وبتعلق فشلك على شماعه الاخرين. ابعتها له بقى عشان معموله له. سلام.